السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا، ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. الاكلة الحلوة دي، التحفة دي، هنعملها طبعا من حاجات انتوا اوقات بتستغنوا عنها وبترموها، من الطيور. ممكن من الفراخ او البط حسب اللي موجود عندك. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معانا كده كمية من القوانص، ومعانا كده كمية من الجلد او الزور اللي بيبقى بيكون فوق الرقبه كده. طبعا بنشيلها كده وبنفصلها زي ما هي كده ونطلعها سليم. ناخدهم كده نغسلهم وننضفهم ونحطهم كده في المصفى، نسيبهم كده يصفوا ميتهم معانا. القطاعة، وهنبدأ كده نقطع القوانص. هنعملها كده 4 قطع، وطبعا بين كل قطعة وقطعة كده بيكون في حتة كده جلدة. طبعا نفصلها عنهم كده ونركنها معانا على جنب، واللي نخلص كل الكمية بنفس الطريقة. حتة الجلدة هتركنها على كده على جنب. عايزة طبعا تبقى تسلقيها وتحطها مع كده وهي بتتسلق، ده حسب رغبتك. مش عايزة ترميها، طبعا أنا رميتها واستغنيت عنها خالص. معنا كده كمية من البصل، حوالي 3 بصلات وسط أو 2 كبار. أو عايزة يعني تقللي عن كده ممكن تقللي، ده حسب الرغبة، بس أنا حبيت أزود البصل شوية. عايزة تضيفي فلفل، طبعا بتقللي من كمية البصل. قطعناهم كده 4 قطع وهنحطهم في الكبة وهنفرمهم معانا في الكبة بالطريقة دي. لو ما عندكيش كبة ممكن تفرميها على المبشرة أو تبشري كده على المبشرة. بشرنا كده البصل وهنركنه، هنبدأ نفضيه في الطبق أو الحلة اللي هتشتغلي فيها. هنزل بعد كده بالقوانص اللي احنا مقطعينها وهنحطها كده ونفرمها وتكون جاهزة معانا. كده هنكون فرمنا البصل وفرمنا القوانص اللي معانا. ممكن تستبدليها تعمليها بلحمة مفرومة. معنا كده البصل هنقصه كده نصين، نص كده في الطبق، وهنزل عليه بالبهارات: ملح وفلفل أسمر 7 بهارات، وسنة من القرفة، وبهارات فراخ. هنزل كده بيهم على نص البصل أو نص الكمية اللي احنا شلناها كده على جنب في الطبق. معنا كده طاسة كده على النار، وهننزل كده بمعلقة سمنة أو معلقة زبدة، وننزل عليها بمعلقتين من الزيت، وهنبدأ كده نقلب البصل لحد ما يتشوح معانا. طبعا أنا مش هديله لون، أنا بس هشوحه بس تشويحة خفيفة كده يدبل معايا. بعد ما تشوح معانا هننزل كده بالكمية القواصل اللي احنا فرمناها، وهنبدأ كده نفردها كده بس طبعا، ونعلي عليها النار بس عشان ما تنزلش المية اللي فيها. لحد ما لونها يتغير هنبدأ كده نقلبها لحد ما تشوحها معانا تشويحة حلوة كده وتكون جاهزة معانا. نزلت كده بكمية من الرز، وهنزل عليها بكمية البصل بقى اللي احنا ضفنا عليها البهارات، وهنبدأ نشوح الرز كده تشويحة حلوة. أنا طبعا مش هضيف عليه مية، أنا بس هشوحه بس. يعني الرز أنا نقعته شوية حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، وبعد كده شوحته. مش هضيف عليه مية ولا أسويه نص سوا ولا حاجة، هو تشويحة بس. هبدأ كده بعد ما شوحته في طبق كده، وهنزل بكمية أطلع يعني أفضي كمية نص كمية الرز على قد بس الاستخدام، بس عشان لو بيه حاجة ما يتزفرش، ويكون الرز اللي يبقى نظيف، نسويه نظيف. معنا كده بالمعلقة، وهنبدأ نحشي الزور كده بالطريقة دي ونفرده. طبعا اعملي حساب ان لسه هيستوي وهيزيد معاكي، لان الرز مش مستوي هيزيد معاكي. وطبعا فخليه متهوي معاكي كده. عايزة تعمليه بالخلة ممكن، عايزة تعمليه تخيطيه حسب رغبتك. عايزة تعمليه كده وتحطيه في الفرن من غير ما تخيطيه وتدخليه الفرن بحبة من المية صغيرين، ده حسب الرغبة كمان. خلصنا كده كل الكمية وخيطناها، ومعانا دي كمية الرز اللي باقية. ومعانا كده هنبدأ كده معانا بصل وجزر وطماطم قطعناه كده، ونزلنا بحبة من الملح وحبة من الفلفل الأسمر بس، طبعا لأن الرز طبعا عليه البهارات بتاعته. نزلت كده بالبصل والطماطم. بعد كده هنزل بالزور اللي احنا حشيناها. بعد المية ما تغلي، بعد ما نزلنا كده طبعا المية بتهدى شوية، وبتبدأ بعد كده تغلي. هنغطي عليه، وبعد ما يغلي هتهدي عليه النار خالص وتسيبيه يستوي. هياخد معاكي حوالي نص ساعة كده على نار هادية حلوة كده معاكي. بعد نص ساعة كشفت عليه كده لقيته معايا استوى وبقى جاهز معايا. مفيش حاجة انفتحت ولا حاجة فرقعت ولا أي حاجة، والشوربة معانا نضيفة زي الفل. طبعا طلعناه في المصفى كده يصفي المية اللي فيه أو الشوربة. ومعانا كده طاسة، ونزلت بمعلقتين من السمنة البلدي، وضفنا بس عليهم معلقتين من الزيت. بس الزيت طبعا عشان بس اللي بخليش السمنة تتحرق معاك، أو الزبدة. بعد ما تسخن كده هنزل الكمية اللي احنا طلعناها، أو اللي هنزل بالزبور اللي احنا حشيناها معانا واستوت معانا جاهزة كده. وهننزل كده لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا وهنقلبها على الجهة التانية لحد ما تتحمر وتاخد اللون من على الجهة التانية. عايزة تدهنين سمنة وتدخليه الفرن
حسب رغبتِك واللي أنتِ عايزاه طبعًا. عايزة تعمليه على البوتاجاز كده على طول بتعمليه بالطريقة دي، بيكون معاكِ طبعًا خد اللون الحلو ده ويكون مقرمش من برّه وطري من جوّه، بس بجد تحفة، يعني مش قادرة أوصف لكم. وعلى فكرة يعني يعني ما حدش يقول الحاجة ديّة وحشة، الفراخ دي أنا مربياها في البيت وعلى إيديّا وحاجة بيتي، حاجة نضيفة يعني، ما تقوليش حاجة مزارع أو حاجات زي كده، لأ إحنا بنعمل الحاجات ديّة اللي بنعملها بتكون إيه، حاجات بيتي إحنا عاملينها على إيدينا. حمرناها كده وطلّعنا أول كمية وبعد كده هننزل بالباقي ونحمّره بنفس الطريقة، واللي هنحمّره بنطلّعه كده على مصفى أو على مناديل الورق وتسيبيه كده أمّا يشرب بس الدهون اللي فيه، وبعد كده بنحطه في طبق التقديم. معانا الرز كده ونزلنا عليه بكمية من الشوربة وهنسويه ونغطي عليه بعد كده ما يغلي وهنحط عليه ونسيبه يستوي ويكون جاهز معانا. طبعًا عملت معايا كمية حلوة لإنها عاملة كمية يعني حلوة شوية، ومعانا كده طبقين شوربة، ممكن تعملي لسان عصفور حسب الرغبة. وممكن معانا كده طبق سلطة، ومعانا كمان الرز اللي إحنا سويناه، وبكده أحلى وجبة. ممكن تعمليها في عزومة، ممكن تعمليها جنب أكل وأنتِ عاملة طيور أو فراخ حسب طبعًا اللي أنتِ عايزاه. ممكن تمشي كمية وجبة لوحدها، وجبة غدا بجد تحفة. هنقول كده بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هيجربها ويقول لنا رأيه فيها إيه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلاقاتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ.